من 4 سنين حصلت لي اول ازمه نفسيه ليا خالص، ودي وبفضل ربنا كانت السبب النفسي في اللي انا اوصل له دلوقتي. قبل اي حاجه طبعا انا عايز اعرف الديكور ده كده حلو ولا اقوم اقف واتكلم وانا واقف، يعني وانا قاعد احسن ولا انا واقف احسن؟ اكتبوا لي في الكومنتات تحت. فعنوان فيديو النهارده انا مش جاي احكي لك عن نفسي قد ما انا جاي اقول لك تعمل ايه لو كان العالم كله ضدك. عارف هتتصرف ازاي؟ لو مش عارف كمل الفيديو. الفكرة كلها في ازاي هتستخدم الازمات النفسية دي في ان هي توصلك للي انت عايزه. لو الازمة النفسية اللي جات لك دي خليتك تقع في مكانك وما تعرفش تقوم تاني، فالعيب منك انت مش العيب من الازمة النفسية. اي ازمة في حياتك لازم تاخدها كفيول او كبنزين عشان تكمل بالطريق اللي انت مختاره، عشان توصل لهدفك، عشان تحقق حلمك. ما ينفعش مع كل خبطة يمين او شمال تقع وتقول خلاص. ما ينفعش مع كل خبطة يمين او شمال تقول الدنيا مش عايزاني وانا مش هوصل اللي انا عايزه وده مش هدفي. طالما الفكرة جت في دماغك فاعرف ان ربنا حطها في دماغك لسبب معين، وهو ان انت تقدر تعمل كده. فطبيعي هتلاقي عقبات، وطبيعي هتلاقي صدمات، وطبيعي الدنيا هتديك قلم يمين وشمال، بس الفكره هنا بقى اللي بيوصل هو اللي بيعافر وبيكمل. فما تستسلمش عشان حاجات عبيطه. هي عبيطه، ازمه نفسيه قعدت يوم، يومين، اسبوع، ماذا بعد؟ هفضل موقف حالي عليها ولا هكمل واوصل للي انا عايزه؟ هي الدنيا كده، عيط يومين وارجع اشتغل تاني، او عيط في الشغل. لازم تفضل تشتغل سواء لنفسك او لغيرك، المهم توصل. مش بقول لك خليك بارد او خليك ما عندكش مشاعر، بالعكس انت لازم تخش جوه مشاعرك علشان ما تعملش كبت لنفسك وفي الاخر تتضايق او تعيط عشان ما حدش حط لك سكر في الشاي. فخليك دايما قادر ان انت تحس بالمشاعر اللي حواليك، بس في نفس الوقت ما تخليهاش تقف وتعمل بلوك للطريق اللي انت ماشي فيه. فيديو النهارده ده مهم جدا بالنسبه لي عشان دي اول مره استمر على اليوتيوب وانزل فيديوهات طويله لمده شهر كل يوم جمعه مع كابتن سيف، غير ان انا بنزل فيديو شورت يوم يوم لا. استمراري على اليوتيوب ده في حد ذاته انجاز ليا. زود عدد السبسكرايبرز، زود المشاهدات، زود التفاعل. ابتدت تجي لي ناس على الانستجرام، لو مش عارف الانستجرام بتاعي فين هتلاقيني سايبه لك في اللينك تحت. الفكره كلها يا صديقي ان انت ما تستسلمش زي ما قلت لك وتكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. صعوبات هتلاقي، ايلمه هتلاقي، ازمات هتلاقي، بس الجدع واللي بيوصل هو اللي بيطنش ويستمر. الدخان مش حل، العاده السريه مش حل، البنات مش حل. الحل هو انك تبقى مع ربنا وتنجح مع نفسك. وكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو او استفدت باي حاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتب لي تحت في الكومنتات ايه هي الازمه النفسيه اللي اثرت عليك ووصلتك اللي انت فيه دلوقتي.